قبل ما نقدر نعملها. ليه دايما بنبص انها جت كده؟ اكيد جت سهلة. مفيش حاجة بتيجي سهلة. انتي بقى سيبك من سكة الدجل والشعوذة، خليكي منتظمة على قراءة سورة البقرة. انتظمي عليها. اوقات ممكن هتلاقي نفسك ان انتي بتتعبي، ممكن يحصل شوية حاجات علشان تخليكي تمتنعي عن الصورة دي، بس صدقيني فيها دواء وفيها علاج كبير جدا لكل حاجة. ممكن تلاقي ان الدنيا بتبوظ اكتر، بس ده علشان توقفوا الصورة وتبطلوا ان انتوا تقرأوها. لا، استمروا فيها ويحاولوا ان انتوا تيجوا على نفسكم حتى لو حصل ايه، وقرأوا سورة البقرة دي لحد ما تلاقي نفسكم ان انتوا بدأتوا ترتاحوا، لحد ما تلاقي نفسكم ان بدأت حياتكم تبقى احسن. حصني نفسك دايما، اقري اذكار الصباح والمساء دايما، اقري قبل ما تنامي او اول ما تصحي من النوم، صلي وقربي من ربنا. صدقوني ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. كل حاجة بتصيبنا اللي ربنا كاتبها لنا، كل حاجة تصيبنا اللي هي مكتوبة من عند ربنا. حصني نفسك كويس قوي، خليكي منتظمة على قراءة سورة البقرة، اقرأيها يوميا، اقعدي اقري فيها حتى لو حصلك حاجات كتير وحشة علشان تمتنعي عنها وتبطليها. ما تعمليش الكلام ده. تعالي على نفسك، استحملي اللي بيحصل، حتى لو هتستحملي اسبوع شهر، بس هترتاحي بعدين. لانك للأسف لو دخلتي في سكة دجل شعوذة بيطلبوا حاجات مقرفة، وفي الاخر بيعملوا كل ده عن طريق ايه؟ عن طريق حاجات مقرفة اكتر. وكل ده ليه؟ وبيبقوا برضه مؤذيين. فانتوا لا، سيبكم من الحاجات دي كلها. القرب من ربنا يقدر يمنع اي حاجة تحصل لنا. القرب من ربنا يقدر يفكلنا اي حاجة. القرب من ربنا يقدر يخلينا حياتنا احسن. خليكوا قريبين من ربنا. حصني نفسك، اقري قرآن، صلي دايما كل صلاة في ميعادها، انتظمي في صلاتك، اوعي تفوتي فرض واحد قربي منه قوي. اقري دايما قرآن وخليكي محافظة دايما على قراية القرآن، وخليكي دايما قريبة منه، واعملي كل اللي عليكي اتجاه ربنا، وهتلاقي ان حياتك بدأت تبقى احسن. وحسني نفسك وسيبك من الافكار دي كلها. وصدقوني كل حاجة بتحصل لنا هي مكتوبة ومقدر ومكتوب. ودي كانت وجهة نظري، ولو حد عنده اي وجهة نظر تانية يسيبها في الكومنتات، ولو حد عنده اي مشكلة يبعتها لي على رسائل الصفحة. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.